صباح الخير. ايه بقى قصة الحوكمة؟ بدايتها بقى أنا طلعت فين؟ احنا خلينا نقول ايه، ان احنا معلش الفيديو امبارح قطع في نص الشبكة. شركات التيليكو يبدو ان هو عشان موضوع ايلون ماسك خلاص هما مش مركزين في النتورك، فايه كله راح للديجيتال سيرفيسز وسايبين الشبكات زي الفل تقريبا. طيب وده جزء من الحوكمة بقى اللي هنتكلم فيه. طيب ايه اللي حصل؟ زمان واحنا صغيرين كده 1779 كان في واحد اسمه ادم سميث، ده مسميينه ابو الاقتصاديين. الراجل ده عمل كتاب اسمه ويلث اوف نيشن او ثروة الامم، وكان بيدرس فيه حاجة كده شبيهة، يعني في دول غنية ودول فقيرة واسباب الغنى والفقر بتاع الدول، بس على مستوى الايه الماكرو ليفل يعني. تطرق فيه لحاجة اسمها مشكلة الوكالة. مشكلة الوكالة دي او الايجنسي بروبلم. مشكلة الوكالة وكالة زي وكالة البلح اللي عندنا خالص، مفيش أي مشكلة، يعني مش شركة مش أي حاجة. فزمان كانت البيزنس مودلز أبسط بكتير. فكان في بقى حاج سردينة، وكان في عبد الغفور البرعي، وكان في الراجل اللي هو بيتعيش عبد الغفور البرعي، نسي اسمه بصراحة. إيه الايجنسي بروبلم أو مشكلة الوكالة دي؟ قال لك ابتدى الموضوع، دي كانت بذرة الحوكمة باي ذا واي. ان راجل صاحب العمل ده عايز يكسب، بس مش عايز يدفع مرتبات، مش عايز يدي للناس فلوس، او مش عايز يدي للعمال حقوقهم. والعمال عايزين برضو يكسبوا، بس باي ذا واي ياخدوا مرتبات ويزودوا مرتبات، ومش عايزين يدوا مجهود، مش عايزين يكسبوا الشركه. وهذا كان بدايه التضارب في المصالح، كل واحد عنده مصالحه الشخصيه والحاجات اللي هي بتحركه. فابتدى من هنا، من هذه المشكله، خلينا ناخد بقى من ادم سميث بس الحته بتاع الايجنسي بروبلم، ونملحمنها في حته بقى الايه الجي ار سي، الحوكمه ونظم الرقابه واداره المخاطر المؤسسيه. ولما كان في تضارب في المصالح ما بين، وستيل موجود طبعا بطبيعه الحال، ما بين صاحب العمل او مجلس الاداره، وما بين الاداره التنفيذيه، ما بين الجمعيه العموميه، وما بين مجلس الاداره ومن الاداره التنفيذيه. هذا التضارب في المصالح ايه اللي بيحصل؟ بيولد خطر. الخطر ده ان المؤسسه دي تنهار، ان الوكاله دي تقفل. طيب لما عشان الوكاله ما تقفلش، فاحنا لازم نعمل لها كنترول. اذا نشوف هذا التضارب عمل خطر، الخطر ده محتاجين نجابهه، فمحتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل كنترول سيستم. فاحنا عاملين ايه مثلا؟ عقد توظيف. فبالتالي عقد التوظيف ده بيحفظ حقوق الاثنين، صاحب العمل والموظف، بحيث ان ده ولا يجي على ده ولا ده يجي على ده. وبعد كده الموضوع اكبر من كده، فاحنا عاملين وزاره عمل وفيها جهه بتعمل ايه؟ بتحفظ حقوق الاثنين. وبعد كده البيزنس موديل تعقدت شويه او كبر شويه، بقى عنده محل دلوقتي وبقى عنده مخزن. فانا بقى عندي مشكله في ايه؟ اللي انا عايز احمي المخزن عشان المخزن ما يتسرقش. فرحنا ده خطر المخزن يتسرق، رحنا عاملين له ايه؟ كنترول. الكنترول ده ايه؟ نجيب امين مخزن ونعمل ستوك كنترول ورقابه على المخزون، ونجيب كاميرات ونجيب ابواب. وبعد كده بقى عندي اكتر من بيزنس، وبقى عندي شركه، والبيزنس موديل تعقد، وبقيت محتاج حاجه وظيفه بقى اسمها رئيس تنفيذي او عضو منتدب. فانا اضمن منين الراجل ده اللي معاه كل الصلاحيات او اغلب الصلاحيات الماليه والاداريه ان هو ما يتلاعبش بفلوسي؟ فرحنا عاملين ايه؟ ده خطر ان هو يتلاعب بالفلوس. رحنا عاملين ايه؟ كنترول. الكنترول ده اسمه ايه؟ لازم يكون عندنا استراتيجي، لازم يكون عندنا سياسات واجراءات، لازم يكون عندنا مظبوط صلاحيات ومسؤوليات. شوف اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح. لو ده مش موجود، مع السلامه. ما تقوليش انا جايب رئيس تنفيذي عضو منتدب او جايب عضو منتدب من مجلس الاداره وما عندكش استراتيجيات واضحه، ما عندكش مؤشرات اداء، ما عندكش سياسات واجراءات تشغيليه تفصيليه. يبقى انت اللي بايدك بتدي المفتاح لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. مش عايزين نشكك الناس في بعض، ولكن ما هو ده كنترول. فالاستراتيجيه في حد ذاتها كنترول، لان انت بتحط اهداف استراتيجيه لتحقيقها، غير لما تسيبه كده يعني عايش من غير اي اصلا اهداف، من غير ما تحل له صلاحيات ومسؤوليات. ما هيتلاعب طبعا، وتراجعها ويكون عندك آلية لمراجعتها والتاكد من تنفيذها، او سياسات واجراءات عشان ما يمشيش بدماغه ولا اللي تحتيه يمشي في دماغه. فاحنا رايحين جايين ما بين الاثنين دول. الموضوع تعقد على الحوكمه بشكل ان احنا طبعا ما كانش فيه هذا اللفظ قبل كده اصلا. دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها جمعيه عموميه زي ما قلنا، بقى في مجلس اداره، بقى في لجان متباسطه، بقى في اداره تنفيذيه، بقى في مراجعه داخليه، بقى في دول كده ده الايكو سيستم الصغير اللي هو بتاع الشركه من جوه. وبعد كده بقى ليها اطراف ذات علاقه بره، الا هم بقى مراقب الحسابات. فبقى كل مؤسسه ليها مراقب حسابات. بقى في حاجه اسمها ريجوليتورز او الجهات الرقابيه والجهات الحكوميه. بقى في حاجه اسمها ستيك هولدرز واصحاب المصلحه. فعندنا يعتبر 4 مكونات رئيسيه. الشركه اللي هي مكونه من هذه لايرز، مكونه من الجمعيه العموميه، مجلس اداره، لجان منبثقه،
من مجلس الاداره واداره تنفيذيه مستوياتها، مراجعه داخليه بتريبورت بتقرر وتابعه ليه لجنه المراجعه وهي لجنه منبثقه من مجلس الاداره. فدي كده الشركه. وبقى عندنا عمود تاني كده اسمه ايه؟ مراقب الحسابات، لان انا مش ضامن الشركه دي. شوف انا ليه عملنا مهنه مراقب الحسابات؟ ما كانش في مهنه قبل كده مراقب الحسابات. ليه؟ عشان انا بقت مش ضامن اصلا ان الشركه دي بقت شركه ليستد، بقت في البورصه، بقت شركه بتريبورت للضرايب، فبتقول والله انا كسبت وخسرت. طب انا ايه ضمني الشركه دي ما تضربش القوائم الماليه بتاعتها؟ رحت خالق مهنه بالكامل كنترول، انا عندي خطر، خلقت مهنه بالكامل اسمها مراقب حسابات، عشان هذه المهنه تطمني ان القوائم الماليه دي تعبر بعداله ووضوح عن حقيقه الوضع المالي. وبعد كده بقيت انا كدوله خايفه الا الشركه مع مراقب الحسابات، زي ما حصل في 2002 كده انرون كاندل بتاع ارثر اسمه ايه؟ ارثر اندرسون، اللي هو اللي كان واحد بيك فور او يعني قبل البيك فور يعني. فيتفقوا مع بعض. فرحت عامل ايه؟ رحت عامل جهات رقابيه، يعني خلقت حاجه اسمها حمايه المستهلك. ليه عملت؟ ما كانش في حاجه اسمها حمايه مستهلك. عشان انا كان عندي خطر كدوله ان في شركه تفتري على عميل او عميل يفتري على شركه، فرحت عامل اصلا جهه بالكامل ككنترول لهذا الريسك. فرحت عامل الايه؟ الجهات الرقابيه بانواعها. فحضرتك النهارده شغال في الايه؟ في الصحه، فعندك وزاره الايه؟ وزاره الصحه، او عندك مستشفى عندك وزاره الصحه، بس عندك انت النهارده عندك موظفين فالدفاع المدني عشان مش عارف المبنى الاداري، وعندك موظفين برضو فوزاره العمل عشان مش عارف الجهات الرقابيه، وانت بتصنع ادويه فعندك جهه ثالثه مش عارف من بره بتيجي تراجع. دول ايه؟ جهات رقابيه. وبعد كده اخر ناس دول اللي هو اخر عمود ده اسمه اللي هو ستيك هولدر او اصحاب المصلحه او المعنيون. اي حد بيتعامل مع الشركه. انا في شركه كهرباء ما بتعمل كابلات، فانا اشتريت فيها كابل وحطيته عندي في الايه؟ في البيت. فانا ولا انا عميل مباشر للشركه، ولا انا مورد، ولا انا مساهم في هذه الشركه. واكتشفت ان الكابل ده باظ، فبقوم رايح لمين؟ انا ستيك هولدر، هو معني. او انا مستثمر محتمل، فانا معني. فبالتالي اول ما لقيت كده رحت رايح للجهه الرقابيه حمايه المستهلك، قلت لهم الراجل ده اشتريت منه كابل وضرب مني اول امبارح، عشان جهه رقابيه تحقق ما بين الاثنين وتدي للناس حقوقها. الاطراف الفاعله دي اللي هي من اول زي ما قلنا كده، احنا بنتكلم على الشركه من جوه عامله ازاي، مراقب الحسابات، الاطراف الجهات الرقابيه، الاطراف ذات المصلحه والمعنيون. كل ما دول يحصل ما بينهم ان في قوانين بتنظم العلاقه ما بينهم، ده بقى جوهر الحوكمه. اللي احنا نحمي الحقوق في المطلق، اللي احنا ما فيش اي حد من الاطراف العامله دي يقدر ان هي جوه الشركه او ما بين الشركه وما بين الاطراف دي كلها، ما فيش ريجيليتور يفتري على شركه، ولا شركه تفتري على ريجيليتور، ولا مراقب حسابات يتواطأ مع شركه عشان يعني يظبطوا قوائم ماليه مع بعض، ولا موظف، ولا قصدي صاحب مصلحه او معني او مستثمر يلاقي ان في تواطؤ ما بين جهات رقابيه او ما بين مراقب حسابات وما بين شركه عشان يظبطوا قوائم ماليه، عشان الراجل ده يشتري حاجه بالغلط مثلا، او يشتري طبعا ياخد قرار استثماري خاطئ. كل ما كل الاسهم اللي رايحه جايه ما بين كل هذه الاطراف، الموظفين ومجلس الاداره ورئيس تنفيذي ومراقب الحسابات والريجيليتور والراجل اللي جوه الجهات الرقابيه والراجل اللي ماشي في الشارع، كل ما العلاقات دي معمول لها قوانين وستاندرز مطبقه. بص بقى، ستاندرز فده حاجه اسمها الديزاين، فده موجود اصلا، او لا يكون في اصلا حاجه بتقول لو حد خبطني في الشارع ارفع عليه قضيه. ده لا مش موجود، مفيش حوكمه. طيب لما رفع عليا قضيه بس انا رحت الاسم ما حدش خد اجراءات، فاذا ده مش ايه؟ مش امبلمنتد. قالك مش ايه؟ مش منفذ. وهل هو منفذ على ناس ولا لا؟ قالك اوبريتنج افكتفنس. فانا النهارده لو انا عندي كل هذه الاسهم اللي هي ما بين كل هذه الاطراف، الاسهم معموله يعني القوانين والتشريعات موجوده، فهي ديزاين وهي معموله صح. هي معموله ليه؟ عشان امنع الفساد. فهي معموله صح عشان تمنع الفساد. مش نعمل حاجه ونسيب بس كده ثغره عشان حد يسلك حاجه، لا ما ينفعش. هي معموله صح تو بريفنت او دو ديتكت، ان هي تكتشف الاخطاء، تكتشف ان في مشكله، تكتشف ان في تلاعب، باجراءات تصحيحيه ليها. فكل ما ده مطبق، اولا ديزاين ومطبق على الكل، معمول صح ومطبق على الكل، اذا في حاجه بقى 4 حاجات هم، وهختم بيهم بقى عشان ما اطولش عليكم، بيحلوا مشاكلنا كلنا في البيت والشارع والشغل. الا هم ايه؟ مسؤوليه، اتكلمنا عليهم قبل كده. المسؤوليه ناتج اللي احنا بنقوله ده، لو كل هذه الاطراف الفاعله في حمايه حقوق في المطلق ما بينهم. بقى عندنا 4 حاجات في البيت والشارع والشغل. مسؤوليه معينه، يعني في تعيين المسؤوليه،
وفي محاسبه بتتم طبقا للمسؤوليه. خلي بالك انت لو مش عامل معين المسؤوليه ما تعرفش تحاسب. انت لو مش حاطط سياسات واجراءات في الشركه بصراحه ما تعرفش تحاسب الموظفين. لو مش حاطط له اهداف استراتيجيه وتشغيليه ما فيهاش حاسبه. هتحاسبه على ايه؟ انت ما حطيتلوش اهداف. عين مسؤوليه، حط مصفوفه صلاحيات مسؤوليات مكتمله، ما تبقاش شويه باراجرافات كده. وبعد ما تحط تعين المسؤوليه حاسب بقى. اشتغل فعلا، حاسب. ما تصهينش، ما لازم كل اربعه مع بعض. فبعد ما تعين المسؤوليه لازم تحاسب. فلما تحاسب وانت معين المسؤوليه، لو اولا حاول تكون بشفاء وعداله. ليه؟ لان انت ممكن يكون المسؤوليه متحدده وانت عايز تحاسب، بس برضه مش عايز تحاسب بشفاء وعداله للاسف الشديد. لا معلش، الا اربعه. فلو الاربعه اتعملوا، احنا حطينا كل الخطوط والاسهم اللي رايحه جايه ما بين كل الاطراف الفاعله دي. كل ما احنا فلما حطينا الخطوط عيننا المسؤوليه، فلازم نحاسب ونحاسب بشفاء وعداله، ولازم الاربعه. خلي بالكم في بعض القرارات بتاخد في الشركات بيحصل ايه؟ انه بيعين المسؤوليه في سياسات واجراءات وفي ديليجيشن اوف اوثورتي وفي اهداف استراتيجيه تشغيليه عن الكوربريت ليفل وبزنس ليفل وفانكشنال ليفل، كل حاجه تمام. بس وبنيجي نحاسب وحاسبنا على فكره بعداله. تخيلوا، بعداله من غير شفافيه، بعداله. فانا جيت الصبح كده رئيس تنفيذي ولا عضو مجلس الاداره ولا رئيس مجلس الاداره قصدي خد قرار ارفد فلان، اخصم من فلان. فهو كان معين مسؤوليه بينه وبين نفسه، معين مسؤوليه وبيحاسب بعداله. بس لما غابت الشفافيه الناس كلها مش عارفه هو الراجل ده ايه اللي حصل. مفيش شفافيه في التحقيقات. ما نعرفش ضبطها طبقا لايه. ضربوا الاربعه. شوف لما بس في بيلر منهم وقع، الا وهو ايه؟ الشفافيه. طب لو عملنا الشفافيه بس من غير عداله الاربعه اتضربوا. طب لو ما حسبناش، ما هو مش هيبقى فيه شفافيه وعداله. طب ما عندناش مسؤوليه ولا في محاسبه ولا بشفافيه ولا بعداله. اخيرا بقى، كل ما ده نقول ايه؟ الاسره هي وحده المجتمع زي ما بيقولوا، هي الاسره. كل ما تكون اسره محترمه، الاسر محترمه، المجتمع ده محترم. صح كلام؟ طيب الشركه نفس الموضوع بقى. لما يكون في حوكمه في الشركه، في حوكمه ما بين الشركه والجهات الرقابيه ومراقب الحسابات والستيك هولدرز، كل ما يكونوا في حوكمه وده معمول في المسؤوليه معينه وفي محاسبه بشفافيه وعداله، هتلاقي المؤسسات الاقتصاديه محترمه. اذا هتلاقي الاقتصاد محترم، اذا هيكون الاقتصاد فيه تراست، في ثقه. من مين؟ من المستثمرين. في ثقه من مين؟ من الدول. في ثقه منين؟ من الجهات المانحه. ليه؟ هو النهارده انت كمستثمر لو واحد من اختك وجوز اختك جه ولا كده ولا انت عارف ان هو ما بيفهمش حاجه وعايز منك فلوس 10000 جنيه 20000 جنيه وانت عارف ما بيفهمش حاجه، هتديله فلوس؟ لا. سيم. انا النهارده ايه من اوائل المعايير او اهم المعايير اللي هي بتدي ثقه في الاستثمار، وده على مستوى الشركات او الايكو سيستم اصلا كدوله، يعني فيها حوكمه ولا لا؟ زي الاي اف سي البنك الدولي عامل اسمها ايه؟ كوربريت جفرنس دياجنوستيك ريبورت للحوكمه. تو وات اكستنت هذه الدوله وهذه الشركات فيها حوكمه. كل ما الشركه يكون فيها حوكمه فانا اقدر اديلها استثمار، اقدر احط فلوسي وانا مطمن. مفيش حوكمه، هذا النظام الاقتصادي مش معمول صح، ما فيهوش حاجه، في حاجه مش محترمه، فانا ما عنديش ثقه ان انا احط فلوس. فكل ما احنا وفي الاخر انا النهارده كصاحب مال انا يهمني ايه؟ سيبك بقى من الدوله والكلام ده، صح؟ اهم حاجه عندك الفلوس دلوقتي باشا، عشان تستمر وعشان تنمو عشان تسستين وعشان تجروث لازم حوكمه، لازم جي ار سي. هنتكلم بعد كده تفصيلا في الريسك والكنترول بقى نعملهم ازاي. بس هذا بس المنظور، هذا المفهوم لازم يستقر في اذهاننا. انا لو ما اعرفش حوكمه فانا ما بضمنش لمؤسستي ولا الاستمرار ولا النمو. بس على مستوى مؤسستي لا، على المستوى الماكرو، على المستوى الماكرو كمان. نكتفي بهذا القدر ونكمل بقى ان شاء الله في موضوع الريسك والايه والكنترول اللي هم بيحققوا الاربعه دول. يعني ليه ريسك وكنترول؟ هم اللي بيحققوا الاربعه دول، بيخلوهم ينوروا. طول ما احنا بنشتغل في ريسك وكنترول دول بينوروا لوحدهم. تمام؟ صباح الفل.